انتوا لسه بتشتروها من بره يا جماعه؟ بجد تقدروا تعملوها في البيت واحلى واطعم كتير واوفر من بره. بجد هنعمل البيتزا النهارده بعجينه مميزه عملتها معاكم كتير جدا قبل كده، وكمان في فيديوهات كتير ليا للبيتزا بالتشكيل بتاعها، يعني تقدروا تشكلوها باشكال كتير جدا. العجينه فعلا تحفه. قبل ما ابدا، انا اسمي مروه، متنسيش تشتركي في الصفحه والقناه وتفعلي جرس التنبيهات. تعالوا بينا نشوف هنعمل البيتزا التحفه دي ازاي. اول حاجه هنعمل الخميره، عباره عن كوبايتين حليب دافي ما يكونش سخن قوي، معلقتين كبار خميره فوريه زيهم سكر، وكمان كوبايتين من الدقيق، وهنقلب كويس جدا ونسيبها تختمر. هنغطيها كده 10 دقايق. احنا هنعملها بالمشروم. المشروم يا جماعه ما بيتغسلش، يا دوب بيتعمل بس كده، بيتمسح بالمنديل تمام كده، اوعي تغسلوه. هنبدا ان احنا نقطعه وبنحضره. احنا بنحضر بس الحشوه بتاعتنا لحد ما الخميره بتاعتنا تظبط معانا. ده بيكون شكله. بصلايه بقى ومعلقه من الزيت تكون مفرومه ناعم البصلايه طبعا، وننزل بالمشروم بتاعنا. ما بحطش اي نوع توابل خالص، لان بكتفي ان البيتزا فيها الجبن وفيها الزيتون، فمش عايزه ملح معاها. تمام. صلصه البيتزا بقى المقادير بتاعتها موجوده عندكم على الشاشه، سهله وبسيطه جدا. طماطميتين مبشورين ناعم، وكمان هنحط عليهم معلقه من الكاتشب ومعلقتين من صلصه الطماطم، والتوابل بقى زعتر وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وملح. وبس كده، هي خمرت معانا كده. هننزل بعد كده ب3 كوبايات من الدقيق، ومعلقتين كبار جدا من الحليب البودر، معلقه صغيره جدا من البيكنج باودر، وكمان رشه من الملح، وربع كوبايه من زيت الذره. هنعجن كويس جدا. لو احتاجت معانا على حسب طبعا الدقيق بيختلف، اخدت معايا 3 معالق من الميه الدافيه. ده بيكون شكلها. حطيت نقطه من الزيت وغطيتها وسبتها برضو تختمر كمان. نعمل بقى صوص الرانش بتاعنا. كوبايه من البقدونس، ولو عندك شبت يبقى تمام جدا، وكوبايه من الزبادي صغيره، 3 معالق كبيره من المايونيز، بصل بقى بودرة وتوم بودرة، وكمان فلفل اسود ورشة ملح، ونقلب كويس جدا وصوص الرانش معانا جاهز. ده بيكون لطيف جدا جدا مع البيتزا. العجينة اختمرت معانا، فضيت الهواء منها وقسمتها ل3 قطع. هبتدي ان انا اظبط كل قطعة لوحدها بالشكل ده. اول قطعة معانا هبتدي ان انا افردها، تتفرد معانا بكل سهولة. العجينة لينة وبجد تحفة خطيرة. هبتدي ان انا ادهن صينيه واحط فيها البيتزا بتاعتي، واعملها بالشوكه بالشكل ده علشان ما تفتحش ولا تنفش معانا. حطيت معلقتين من الصلصه بتاعتنا، واي بقى اضافات انتي بتحبيها. انا حطيت زيتون شرايح، وحطيت موتزاريلا طبعا في الاول، وفلفل الوان احمر، وحطيت كمان مشروم، وكمان موتزاريلا من فوق. تمام كده. طبعا ده بتاعك انتي. حبيت اعمل معاكم واحده مستطيله بالشكل ده. هتفرديها جوه الصينيه بالشكل ده، ونعملها برضو بالشوكه، ودي خطوه مهمه جدا. وبرضو هتحطي الاضافات اللي انت عايزاها. اهم حاجه لو هتحطي طماطم تشيلي منها الميه بتاعتها، يعني تاخدي الجلد بس. في الفرن بقى درجه حراره 200، دخلتها في الرف الاوسط. بتاخد تقريبا ربع ساعه بالظبط. لو احتاجت بقى الشوايه، بتفتحي عليها الشوايه دقايق وتشيليها. خطيره بجد يا جماعه، تحفه. بتطلع بكل سهوله من الصواني زي ما انتوا شايفين كده، وبجد حكايه. احلى حاجه في البيتزا دي ان انتي تعمليها في البيت بطريقه كده سهله وبسيطه. اهم حاجه في الخطوات بتاعتها تعجنيها كويس جدا. تمام، عشان تطلع معاكي العجينه هشه وقطنيه من جوه، تبقي مستمتعه كده وانتي بتاكليها. بجد اولادك هيحبوها جدا بعد الوصفه دي. والموتزاريلا كمان ما تحطيهاش وهي مجمده، حطيها وهي سايحه في نفسها كده، او طلعيها من التلاجة من الفريزر قبلها بشويه. تمام. انا قلت لكم طبعا المعلومه دي قبل كده كتير، عشان تمط معاكي وتكون طعمه. ده بيكون شكلها بالظبط. خطيرة بجد، حكاية حلوة قوي. بصي هتدمنوها بعد كده. يعني انا اتحداكوا، لو جربتي الوصفة بتاعتي دي وجربتي طعم العجين ده، بجد يجنن. خطير. مش هتشتريها من بره تاني ابدا. تقدري تعملي معاها شيبسي بقى وبيبسي وصوص الرانش، وكمان لو عايزة كاتشب. بصوا ألذ أكلة. حلوة قوي قوي بجد. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي، قوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني، وقوليلي بتشتري البيتزا من بره ولا بتعمليها في البيت. جربي وصفتي وبجد مش هتندمي. هتعتمديها بعد الان. خطيرة بجد، حلوة قوي، لانها هشة وقطنية وطعمة. بصوا مش ناشفة، البيتزاية بتكون كده خفيفة ورفيعة. حاولوا ما تعملوهاش تقيلة او تخينة علشان تحسوا بطعم البيتزا. خطيرة بجد يا جماعة. شايفين؟ بالتالي الشكل بيتكلم عن نفسه. جربيها، ومستنية رأيك ان شاء الله في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.